ليله تتويج الابطال بالدوري النهارده، حقك كاهلاوي تفتخر باللي هيحصل النهارده. ما تلتفتش لاي حد بيقلل بيقولك انت هتحتفل بالدوري بتاعك في البطوله القاريه. ما تبصش للي يقولك ده ماتش النهارده ماتش ضعيف، كل اللي معمول مش عشان الماتش اصلا. الماتش ده على جنب، الماتش ده محسوم امره باذن الله تعالى يعني، عشان مفيش حاجه كبيره في الكوره او مفيش كبير في الكوره، ممكن الامور تتغير في لحظه والتانيه. بس الاهلي دايما معودنا ان هو يعني ايه، متسيد القاره. النهارده في ماتش مع جورماهيا الكيني في رحله الدفاع عن الاميره السمراء. عندك هيتم بعد الماتش احتفاليه كبيره، احتفاليه ضخمه لتتويج النادي الاهلي بالدوري رقم 44 في تاريخه، بعد تحطيم جميع الارقام القياسيه اللي ممكن تتخيلها الموسم ده، علشان كده تليق بمقام النادي الاهلي وتليق بالموسم الاستثنائي، الموسم العظيم، الموسم الكبير اللي عمله الاهلي الموسم ده. انت وصلت لاعلى نسبه فوز في مباريات متتاليه على مدار تاريخ الدوري المصري من سنه 48 لحد النهارده. 21 فوز متتالي حققه النادي الاهلي السيزون ده، اقوى خط هجوم بتسجيله 85 هدف، اقل فرقه خساره 3 مباريات بس. ضيف على كل ده كميه ضغط المباريات اللي تعرض لها النادي الاهلي على مدار السيزون، مش هقول لك بقى ايه الفتره الاخيره من الدوري، لا على مدار السيزون في جميع البطولات اللي شارك فيها النادي الاهلي. حدث هيتم نقله على 3 قنوات فضائيه، MBC مصر، اون تايم سبورتس، قناه ابو ظبي الرياضيه. فانت من حقك كمشجع اهلاوي النهارده طبعا مع اخواتنا اللي هيكونوا في الاستاد ان انت تفرح بفريقك، ان انت تتباهى بفريقك، ان انت تفتخر بفريقك. نعدي النهارده وبعد كده نبدا بقى نتكلم في مرحله ما قبل السوبر الافريقي. السلام عليكم.